السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير. في الفيديو ديال اليوم غادي نحضروا البان سويس، كيجي رائع بحال اللي كتاخذوه من على برا، غير هو هذا ديال الدار كيجي حسن، كتكونوا عارفين راسكم شنو دايرين فيه. كيجي هشيش ورطب مقرمش من على برا في نفس الوقت. المقادير ديالو يعني بسيطه، وحتى طريقه التحضير سهله وفي ظرف وجيز كيكون واجد معكم. قبل ما نبداو بطريقه التحضير ما تنساوش لايك وكومونتير، واللي ما مشتركش في القناه يشترك. اول حاجه غنبداو بها هي الكريم باتيسير اللي غنحتاجو في هاد الفطائر هادو. كندير فيها بيضه كامله، 3 د المعالق كبار ديال السكر، 3 د المعالق كبار ديال النشا، ساشي ديال الفاني. كنخلطو مزيان هاد المكونات حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم. الا كان عندكم مستحضر ديال الكريم باتيسير ممكن تعوضوه في بلاصه النشا، يعني راه تيعطي نفس الحاجه تقريبا. من بعد كنضيف الحليب بالتدريج. الحليب هنا درت 2 كيسان، تقريبا واحد 250 مليلتر اللي درت ديال الحليب. كنبقاو نضيفوه بالتدريج حتى كنخلطوا المكونات كامله. من بعد كنرفعوهم على نار متوسطه مع التحريك المستمر حتى كتعقد لينا الكريمه ديالنا. من بعد كنرفعوها على النار وكنضيف واحد المعلقه صغيره ديال الزبده. كنخلطو مزيان حتى كتذوب ديك الزبده. من بعد كناخذوا شي صحن ولا شي بول بحال هكا اللي كيكون مسطح، كنفرغوا فيه الكريمه ديالنا باش دغيا كتبرد. هاد الكريمه هذه يستحسن انكم توجدوها قبل، كل ما بردات كل ما كتجي حسن. انا هنا راه مع التصوير ما برداتش ليا مزيان، ولكن انا كنقول لكم كل ما بردات كل ما كيجي حسن. وجدوها بساعتين قبل، 3 سوايع مهم، ولا نهار قبل، يعني الكريمه كتكون حسن تكون بارده قبل. دابا غندوزو للعجين اللي غنحتاجو فيه واحد نص كيلو ديال الدقيق الابيض، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، وجوج معالق كبار ديال السكر، ومعلقه كبيره ديال العسل. الا ما عندكمش العسل ممكن ديروا 3 د المعالق كبار ديال السكر. نص معلقه صغيره ديال الملحه، وربع كاس ديال الزيت النباتيه. كنخلطوا هاد المكونات ديالنا وكنجمعوا العجين بالحليب دافي، ممكن تجمعوه حتى بالماء دافي الا متوفرش عندكم الحليب. صافي كنبقاو نضيفو بالتدريج حتى كنجمعوا العجين ديالنا حتى الكميه ديال الحليب ما كتاخذش بزاف الكميه، تقريبا 2 كيسان الا ربع اللي خدات معايا انا. من بعد ما كنجمع العجينه ديالي اللي كيولي القوام ديالها بحال هكا كيف ما كتشوفوا، كتجي مرخوفه في نفس الوقت شاده راسها. كناخذ واحد البول كندير فيه شويه ديال الدقيق باش ما كتلصقش ليا العجينه، وكنغطيه بلاستيك غذائي وكنخليه يخمر على الاقل واحد نص ساعه على حسب الجو. هنا من بعد ما خمرات لي العجينه، الا كان الجو بارد ممكن تشعلوا الفران تعاودوا تطفيو وتحطوا العجينه راه دغيا كتخمر. من بعد ما خمرات لي العجينه كنفرغها من داك البول، كنستعن بالدقيق وكنحاول نطلق العجينه ديالي. العجينه كتكون رطبه كنحاولوا نعاونوا بشويه ديال الدقيق باش ما تلصقش لينا. صافي هنا كنبقى نطلق العجينه ديالي، نطلقوها على شكل مستطيل، يعني واخا كنطلقوا حتى العرض كيف ما كتشوفوا، لاني نحافظوا على شكل مستطيل. نتمنى ان شاء الله الفكره تكون وصلتكم. المهم كنبقاو نطلقوا، كنحاولوا كل ما رققنا كل ما مزيان. يعني هاد العجينه ديالنا كتجي بشكل طولي، واخا حتى يكون فيها العرض ولكن كيكون فيها الطول اكثر. من بعد ما طلقتها كامله كناخذ الزبده ديال التوريق، كنحكها في الحكاكه، والكميه راه احتاجيت غير 100 غرام، يعني الباكيه راه كتكون فيها 250 غرام، انا احتاجيت غير 100 غرام، يعني قل من النص. صافي من بعد كنطلق الزبده ديالي كامله كيف ما كتشوف في الفيديو، الطريقه راه موضحه. وكنطوي الطويه الاولى، من بعد كنطوي الطويه الثانيه. كناخذ عاوتاني الزبده كنديرها من الفوق. كنتمنى الفكره تكون واضحه. هانتوما كيف ما كتشوفوا طلقنا العجينه كامله، من بعد درنا فيها الزبده،
جمعناها على جوج جهات، ودابا عاوتاني درنا الزبده من الفوق، وكنجمعوا الطرف الاول مع الطرف الثاني، عاد عاوتاني من داك الوسط كنجمعوهم. يعني تتبعوا غير طريقه الفيديو راه غتجي معكم ناجحه. من بعد صافي كندوز مباشره نبدا نطلق في العجينه ديالي. كنطلقها عاوتاني على شكل مستطيل كما الاول، وكنستعنوا بالدقيق. انا حاولت نخلي لكم تقريبا الفيديو كامل باش تعرفوا الطريقه كيفاش كنطلقوا مزيان، يعني باش ما تصعبش عليكم. واخا كنطلقوا شي مرات العرض، ولكن كنعطيوها الطول اكثر كيف ما قلت لكم. صافي كنستعنوا بالدقيق، كنبقاو هكاك حتى كتطلق كامله. هنا من بعد ما طلقتها كامله كناخذ لا كريم ديالي اللي صاوبت، كنبقى نديرها في الوسط. انا لا كريم راه ما خليتهاش تبرد مزيان، داكشي باش قلت لكم كل ما حضرتوها قبل كل ما مزيان. واخا حضرتها بساعه قبل ما كانتش كافيه انها تاخذ انها تبرد مزيان. المهم نتوما كل ما حضرتوها قبل كل ما كان حسن. من بعد ما كندير لا كريم ديالي في الوسط كامله، يعني في الجوانب ما كنديرش، ندير غير في الوسط. كناخذ حبيبات الشوكولا وكنديرهم اختيارين، ممكن ما تديروهمش، ممكن تعوضوا بالزبيب مقطع، المهم اللي بغيتو. تقدروا تاخذوا قطعه الشوكولا هكا وتقطعوهم وديروهم حتى هما مزيانين. المهم هما تيعطيو واحد الشكل ومذاق زوين. من بعد كنطوي كما طوينا في الاول، كنطويو الجانب الاول من بعد كنطويو الجانب الثاني. كناخذ هنا الموس، كنحاول ناخذ العبار ديال القطع اللي غنقطع. انا عبرتهم هنايا يعني تقريبا 5 سنتيم في كل وحده الا بغيتو ديروا بالعبار. من بعد كنقطع، وداك الجنب هذا اللي الفوق اللي كتكون فيه الطويه فاش كنحطهم في صفيحه الفرن كيكون هو التحتاني، يعني هاد الطويه اللي الفوق كنقلبها. شوفوا كيفاش كتبان لكم التوراق، واخا مازال ما طابت كيجيو رائعين وكيجيو مرقين، واخا ما كنستعملوش معاهم زعما جهد كبير. انا من بعد ما استفتهم صينيه الفرن كنغطيهم وكنخليهم يرتاحوا شويه حتى كيخمروا، غير واحد شويه، واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه. من بعد كناخذ واحد صفار بيضاء وشويه ديال الحليب، كنخلطهم وكندهن بهم. في هذا الاثناء كنكون درت الفران يسخن، كنديرهم على نار مهيله حتى كيطيبوا، حتى كياخذوا وقتهم في الطياب، كيجيو رائعين. شوفوا كيفاش كيجيو، تيتنفخوا مزيان، كيجيو زوينين، حتى المذاق ديالهم رائع، ما كيجيوش حلوين وكيجي المهم تيجي السكر ديالهم معتدل، كيجيو محمرين مزيان، كيجيو مقرمشين على برا في نفس الوقت رطب من الداخل. هنا التزيين كيبقى اختياري، انا درت هنا شويه ديال السكر كلاصي، زينت به غير النص، والنص الاخر غنزين بكاوكاو مهرمش ولوز ايفيلي. من بعد هنا غندهنهم بشويه المربى ولا العسل ولا ناباج، المهم اللي عندكم، غير باش فاش نديرو كاوكاو ولا اللوز يلصق لينا. هنا غندير كاوكاو مهرمش، كان عندي في الدار يعني محمر ومهرمش. المهم التزيين كيبقى اختياري، تقدروا تخليهم حتى هكاك راه كيجيو زوينين. وهنا درت شويه ديال اللوز ايفيلي. المهم الشكل ديالهم جا رائع. سجلوا عندكم هاد الوصفه، غادي تحتاجوهم بزاف حيت كيستحقوا تجربوهم، تيجيو رائعين. غير فاش يكونوا كيطيبوا تشموا واحد الريحه رائعه، كيجيو زوينين بزاف. وغتحتاجوهم بحال هكا في الكوتي ولا العيد، دابا راه على الابواب وتقدروا ديروهم في العيد، كيجيو زوينين. شوفوا كيفاش كيجيو رطب في نفس الوقت مقرمشين على برا، كيجيو رائعين، كيجيو مرقين. ومهم واخا نعيا ما نوصفهم لكم، خصكم تجربوهم باش تعرفوني على ما كنهضر.
وبالنسبه للكميه هاد العجينه هذه عطاتني 12 قطعه. المهم غنتسناكم تجربوهم وتردوا عليا في لي كومونتير كي جاو معكم. ودابا وصلنا لاخر الفيديو، كنبغي نقول لكم شكرا على المشاهده، الى فيديو اخر ان شاء الله.